السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. طبعا بشكر اي حد بيتفرج عليا وبيحط لي لايك، وبشكر اي حد بيسيب لي تعليق حلو، وده طبعا من ذوقكم واخلاقكم الكريمة. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، ما يحرمنيش منكم ابدا. اللي اول مرة يشوف القناة بتاعتي يا ريت تشتركوا في القناة من خلال كلمة اشتراك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار مني باي فيديو بنزله. وطبعا اللايك، ما تنسوش اللايك. مش عارفة انتوا بتتفرجوا على الفيديوهات ما بتحطوش اللايكات ليه؟ يعني الفيديو مش عاجبكم ولا بتنسوا ولا اللايك مش مهم؟ اللايك طبعا مهم جدا بالنسبة لي، هو بيرفع الفيديو طبعا اللي اكتر عدد يشوفه وبستفاد منه. فيا ريت يا ريت زي ما انتوا بتشوفوا الفيديو وتستفادوا او حابيني اللي هي شخصيا كده، فحطوا اللايكات. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجازيكم كل خير. باذن الله هنتكلم عن المشكله دي. يعني اغلب البنات او اغلب الستات او اغلب السيدات بيشتكوا منها الايام دي، وخاصه من بعد العيد. يعني من فترة بعد العيد كده لحد الآن، كل ما ندخل على جروب أو كل ما نقعد مع حد أو نكلم حد يقول الكسل. انا عندي كسل فظيع، انا بقوم من النوم انام تاني، بقوم من على السرير انام على الكنبه، من على الكنبه للسرير، انا مصاحبه السرير، انا مش عارفه ايه، مش قادره اقضي حاجه، مش قادره اعمل اي حاجه، مش قادره اروح الشغل، ومش قادره انجز مهام خالص. وده طبعا اغلب الامهات او اغلب الستات او اغلب السيدات بيشتكوا من المشكله دي. طيب عشان نعالج المشكلة دي ونتكلم فيها ان شاء الله ونقدر نحلها بإذن الله، ان شاء الله تخرجوا من الفيديو ده وانت مشجعة ومتحمسة وقادرة ان شاء الله تواجهي الكسل بتاعك بإذن الله. قبل ما ندور على الحلول لازم نعرف السبب. يعني هل الكسل اللي عندك ده مثلا هو سبب جسدي؟ يعني انت تعبانة، حاجة تعباكي في جسمك فهي اللي مسببة لك الكسل ده. فلو الواحد لو عنده شوية صداع بيسببوا له كسل، لو عنده شوية مثلا تعب في اسنانه بيسببوا له كسل، ما هو خلاص مش قادر، صحته خلاص رايحة ومش قادر. فشوفي لو تعب جسمي لازم انت طبعا تشوفي تفحصي، تعملي اشاعات، تحاليل، تكشفي، لازم تعرفي ايه السبب بالظبط. لو حاسه ان على طول جسمك تعبان وهمداني واكيد نقص فيتامينات معينه، اكيد ما بتعرضيش يعني مدة كافية لضوء الشمس، أكيد ما بتاكليش أكل صحي، أكيد ما بتشربوش مية كفاية. حاجات كتيرة كده هي اللي بتسبب الكسل ده. فدوري لو تعب جسمي لازم تتعالج على طول عشان الكسل إن شاء الله بإذن الله يروح والخمول ده وتزدادي نشاط. طيب لو هو ملل وحاسة ان انت اللي بتباتي فيه تصبحي فيه، غيري الروتين بتاعك. يعني لو انت كل يوم بتصحي تكنسي وتمسحي، او بتروحي الشغل وترجعي على اكل الاولاد، وبعدين مثلا بتكملي شغل البيت وبعدين تنام عشان تاني يوم شغل، او بتصحي من النوم تكنسي وتمسحي وتوضبي وترتبي وتعملي غدا وتعملي فطار وتعملي عشاء، هو زي ما بيقولوا كده اللي بنبات فيه بنصبح فيه. فده ممكن بيسبب لك كسل وتحسي ان انت زهقانه وملانه. فغيري الروتين، هتحسي بتشجيع كتير جدا. وهنتكلم الوقت في الحلول هتعملي ايه باذن الله. طيب لو المهام عندك كتيرة، لو ممكن لما من كتر الحاجات اللي انت عايزة تعمليها فبتكسلي تقولي والله ما انا عاملة اي حاجة. يعني ممكن من تحسي ان انت مثلا عايزة مثلا تذاكري مثلا دروس كتيرة مع بعضها، عايزة تخلصي مثلا جزء قرآن، عايزة مثلا تروحي مع أولادك مثلا النادي، أو تروحي مع أولادك مثلا في مكان معين، عايزة تجهزي لحاجة معينة، عايزة تخلصي حاجة في الشقة أو في بيتك. فتلاقي المهام كتيرة حواليكي فتقولي إيه، يعني والله ما أنا عاملة حاجة بالمرة. فتلاقيكي زهقت عشان المهام كتيرة حواليكي. فقسمي المهام دي لحاجات صغيرة كده، جزء بجزء، وكل حاجة طالما بدأت فيها هتنهيها بإذن الله. الحاجة اللي بعد كده ممكن تسبب كسل لو فيه ضغط نفسي. ممكن الإنسان بيهرب للنوم لو عنده ضغط نفسي وعصبي، فتلاقيه هربان للنوم على طول، عايز ينام، عايز يريح دماغه، عايز يهرب من الحياة بمشاكلها بقرفها بهمومها للنوم على طول أو للكسل. فقاعد حياة ملهاش أي معنى بسبب الضغط النفسي والعصبي. فلازم طبعا تاخدي نفس عميق كده وتبدأي تدوري ايه اللي مضايقك وايه اللي معصبك وتتغلبي عليه بأساليب بسيطة جدا. ما انتش عارفة استشيري دكتور مثلا، ما انتش عارفة ومش عايزة
عايزة تصعدي الأمور وتكبري الأمور، اتكلمي مع نفسك وفضفضي مع نفسك، اقرأي كتب، ابحثي على اليوتيوب عن المشكلة اللي عندك وشوفي حلها. أكيد طبعا الواحد لما بيستشير حد يعني أكتر منه معرفة أكيد بيرتاح وأكيد بياخد بالخبرة بتاعته. فلازم نخرج من الجو بتاعنا بتاع الضغط النفسي والعصبي. وأوحش حاجة في الضغط النفسي والعصبي إنك تقعدي مع نفسك وما تكلميش نفسك، يعني فاهمين؟ اللي انت ما تواجهيش نفسك وفي نفس الوقت مش عايزة حد يعرف حواليكي، فده طبعا بيسبب لك ممكن حاجات أسوأ من الكسل بكتير زي اكتئاب أو حاجات من دي. فانت طبعا لازم تاخدي نفس عميق كده وتنهدي وتغلبي على مشاكلك النفسية وتبدأي في هدوء. طيب، خطوات بقى التغلب على الكسل. أول حاجة لما السيدة فاطمة رضي الله عنها، دي الجانب الديني ولازم نبدأ بالجانب الديني. راحت للرسول صلى الله عليه وسلم بتشتكي له من كتر المهام عندها وكتر الشغل، وبتقول له انا عايزه خادم، يعني بحس ان الشغل كتير قوي ومش قادره انجز ومش عارفه ايه. فقال لها قولي قبل ما تنامي لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله وسبحان الله والحمد لله، اللي هم 33 مره و34 مره، اي عدد بقى ايا كان. المهم انت هتقفي قبل ما تنامي مثلا وانت بتشطبي المطبخ، وانت مثلا بترتبي المكان بتاعك قبل ما تنامي، بتنيمي اولادك، اقعدي مش هياخدوا منك 5 دقايق، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهتسبحي وتحوكلي وتحمدي ربنا وتكبري 33 34 32. المهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى يديكي القدرة اللي انت تقوليهم، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى عطيك القدرة الصبح اللي انت تصحي فايقة. وسبحان الله الأعمال الكتيرة والمهام الكتيرة دي هتنجزيها وانت مبسوطة خالص وصاحية في نشاط كبير جدا ومستغربة النشاط ده جايلك منين. وطبعا حد يقول لي ايه علاقة الكسل بالمهام والشغل والكده؟ ما احنا بنكسل عشان احنا مش قادرين مثلا ننجز اللي ورانا، سواء مذاكرة، سواء شغل بيت، سواء مثلا وظيفة، سواء اي حاجة. فاحنا مكسلين اللي احنا نروح الوظيفة بتاعتنا، مكسلين اللي احنا نذاكر دروسنا، مكسلين اللي احنا نحفظ قرآننا، مكسلين عن عبادتنا. ما هو الكسل شامل كل امور حياتنا. يعني انت ممكن تكوني بقى حتى مكسلة اللي انت تشغلي دماغك شوية وتفكري انت هتعملي ايه، فقاعدة كده اللي انت ايه سايباها زي ما تيجي تيجي، فده كسل. فانت تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتبدأي زي ما انا قلت لك كل يوم على بيات تقولي الاذكار دي، فهتلاقي تحسن فظيع وما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيديك القوة والنشاط تاني يوم. طيب، الحاجة اللي انت هتعمليها بقى اول ما تصحي قبل ما تقومي من على السرير خالص، انك تحاولي تقولي اذكار الصباح والمساء. يعني اذكار الصباح الصبح واذكار المساء من بعد يعني من قبل، من وقت الغروب كده، اللي هو من قبل المغرب كده لحد بالليل. ده طبعا ده كنز كنز كنز، ده بيبعد عنك كل شر، بيبعد عنك كل عين، بتكوني في رعية الله، بتكوني في امان الله، بتكوني ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك الابواب المقفولة، بييسر لك حالك، بيدبر لك امورك. فالاذكار دي مهمة جدا جدا. هتقولي معاكش الاذكار او مش حافظاها، اكتبيها من على التليفون اول ما تصحي كده واحنا بنفتح التليفون. طبعا اكتبي اذكار الصباح، هتجيلك من على جوجل، هتقرأيها بنفس العدد ونفس الاوراد المكتوبه، ما بتاخدش منك بالظبط 3 دقايق 4 دقايق. هتكوني صاحيه، ربنا سبحانه وتعالى لو في حد بيدبر لك حاجه هتبعد عنك، لو في مثلا شر جايلك هيبعد عنك، لو في رزق جايلك هيجيلك، لو في يعني حاجات كتيره جدا هتفتح لك بسبب اذكار الصباح والمساء. فاقرأيها، اقل حاجه هتقرأي قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، وقل اعوذ برب الفلق، والفاتحه وايه الكرسي. اقرأهم اول ما تقوم من النوم وقبل ما تنامي. دولت بس كفيلين اللي هم يخلي يومك حاجه تانية خالص. طيب كده الجانب الديني. هندخل بقى على الخطوات اللي تخليكي تتغلبي على الكسل. اول حاجة كده هتكتبي قائمة مهام يومية. القائمة دي بتكتبيها لا اما اول ما تصحي من النوم، لا اما وانت رايحة تنامي. بتمسكي ورقة وقلم كده، بتمسكي النوتس اللي هي على الموبايل، بتمسكي اي حاجة وتكتبي كده انا عايزة بكرة ان شاء الله اصحى اعمل 1 2 3 4 5 6، عد زي ما تعد بس لازم تكتبوه. سجلوهم على موبايل،
سجلهم في ورقة فاضية، سجلهم في نوتس، سجلهم في اي حاجة. المهم انت هتكتبي المهام اللي انت عايزة تعمليها تاني يوم الصبح، وهتبدأي بمهام بسيطة. يعني مثلا انت وليكن عايزة تذاكري وحدة كاملة، وعايزة مثلا تحفظي مثلا 5 آيات، وعايزة مثلا، احنا دي بالنسبة مثلا للدراسة مثلا أو حاجة، وعايزة تكتب واجب، وعايزة مش عارفة ايه. ابدأي بالمهام البسيطة. البسيطة هيشجعك اللي انت انجزتها وخلصتها، هيشجعك اللي انت تعملي الأكبر. فما تبدأيش بالكبير، تاخدي وقت كبير فيه وجهد كبير فيه، فتلاقيكي قرفتي واتضايقتي قبل ما تخلصيه، وما عدتش تعملي اي حاجه وكسلي عن الحاجه التانية. فلازم تبداي بالمهام الصغيره، هتشجعك ان انت هتخلصي مهمه في مهمه في مهمه، هتشجعك ان شاء الله ان انت تكملي باقي المهام. ولما تخلصي المهمه دي هاتي قلم كده واعملي جنبها علامه صح او اشطبيها. طبعا هتحسي ان الورقه فضت قدامك كده، يا ده انا عملت مثلا 5 من 10، ده انا عملت 3 من 10. بتتبسطي جدا جدا وبتقولي لازم اكملها، عشان بتحسي بالإنجاز لما بتشطبي أو بتعلمي صح جنب المهمة اللي انت عملتيها. تاني حاجة، قاعدة ال5 دقايق طبقيها في حياتك، هتفرق معاكي جدا جدا. يعني لو انت مثلا عايز تعملي مهمة ومكسلة عنها، قولي لا خلاص أنا هديها بس 5 دقايق من وقتي. 5 دقايق من وقتك، اضحكي على عقلك الباطن. يعني قولي انا هدي المهمة ده 5 دقايق من وقت، انا هقوم احفظها في 5 دقايق، حفظتها ما حفظتهاش ما حفظتهاش، انا هقوم ارتب المكان ده في 5 دقايق، رتبته ما رتبتوش ما رتبته. بس ابدأي 5 دقايق بس من وقتك في المهمة. يعني اقنعي نفسك كده ان انت مش هتستغرقي بس غير 5 دقايق، او هتعملي الحاجة دي في 5 دقايق على طول، هتكملي بعدها على طول وهتنجزي المهمة كلها. ليه؟ لان انت كسرتي البداية بتاعتك. فقاعدة ال5 دقايق دي قاعدة مهمة جدا جدا. وكمان في حاجة انا كنت سمعتها وجربتها، ان لما تكوني كسلانة عدي عد تنازلي وقومي قايمة على طول، ما تديش فرصة لدماغك اللي هو يفكر. يعني ايه؟ يعني انا نايمه على السرير وكسلانه كده، اللي انا اقوم اطبخ، او اقوم مثلا ارتب بيتي، او اقوم مثلا اخرج المشوار ده، او اقوم اسوق، او اقوم اعمل اي حاجه. فاقوم على طول اول ما الكسل ده يجي لي اقول ايه: 10 9 8 7 6، ترتيب تنازلي كده، او 5 4 3 2 1، واقوم قايمه على طول. على طول ما فكرش بقى ولا كسل ولا حاجه. اول ما انا اعد عد تنازلي الارقام، سواء من 10 لحد 1 او من 5 لحد 1، اقوم قايمه على طول. ده بتفرق كتير جدا في دماغك وفي نشاطك، وبتقوم قايمه ومخلصه اللي وراك. طيب الحاجه اللي بعد كده اللي بتساعدك ان انت تغلبي على الكسل، ان انت تحددي هدف واضح. يعني ايه تحددي هدف واضح؟ يعني تقولي انا عايزه اعمل ايه النهارده، انا عايزه اوصل لايه، انا عايزه اخلص ايه، انا عايزه انجز ايه. ودي طبعا تبع اللي هو المهام اللي انت هتكتبيها. يعني ايه بالظبط اللي انت عايز تعمله، ما تقوليش ايه انا هصحى بكره اشوف اللي ورايا ايه، او انا مثلا هروح بكره النادي او الجيم مثلا اشوف هتمرن ولا لا، او مثلا هروح ال افتح دروس مثلا اونلاين، هشوف هعرف مثلا استفيد او لا، او اعرف احفظ او لا، او اعرف اعمل حاجة او لا. ما تسيبيش اليوم بتاعك عايم كده زي ما بيقولوا من غير اي هدف. حددي اهداف واضحة كده. انا عايزة مثلا بكرة ان شاء الله اكون مثلا مسحت السلم كله، بكرة ان شاء الله اكون طبخت كذا وكذا وكذا، بكرة ان شاء الله اكون مثلا انجزت كذا وكذا وكذا، بكرة ان شاء الله اكون خلصت كذا. فلو انت حددتي اهداف واضحة، دي ان شاء الله هتساعدك ان انت هتخلصيها بسرعة. الحاجة اللي بعد كده اللي هتساعدك ان انت تتغلبي على الكسل، ان انت تكافئي نفسك. ودي حاجة جميلة خالص، واقول لكم انا عملتها مع نفسي ازاي. اللي انت لما تخلصي حاجة انت كنت كسلانة عنها، لازم تكافئي نفسك. اللي انت تقعد تاخدي بريك مثلا، تشربي فيه مشروبك اللي انت عايزاه، تتفرجي مثلا على حلقة مثلا، حلقة مسلسل مثلا، تسمعي في أغنية بتحبيها، تسمعي فيها حاجة بتحبيها، تكلمي فيها في التليفون، تخرجي فيها، تقفي فيها في مكان فيه هوا. المهم انت تكافئي نفسك على الإنجاز اللي انت أنجزتي المهمة ده. حاجة انت كنت مكسلة عنها وقلت هبدأها وهعملها، واستعنت بالله وبدأتيها وعملتها وخلصتيها، كافئي نفسك بقى. بجد مكافأة النفس ده يعني بتفرق كتير جدا في شخصيتك، وبتحسسك بسعادة ملهاش حدود. يعني مثلا لما اكون انا عودت نفسي اول ما اكون خارجه بره البيت، انا كده كده يعني شغل البيت كله عليا. يعني انا مثلا اللي بشتري كل طلبات البيت. فلما اكون اخرج انا يعني ما بعتش اولادي او حاجه، لما اخرج انا مثلا عشان اشتري حاجه لطلبات البيت، لازم اجيب لنفسي اي حاجه.
ان شاء الله يا رب البانه، ان شاء الله يا رب كوبايه عصير، ان شاء الله اي حاجه اجيبها لنفسي وانا خارجه. لازم اشتري لنفسي حاجه تبع الحاجات اللي انا اشتريتها، او تبع الحاجات لو حاجة بسيطة بس بفرح نفسي فيها وبكافئ نفسي فيها. يعني بحس او بكافئ نفسي اللي قصاد تعبي وجهدي ده، هو ماشي مثلا في الحر او ماشي في الشتاء او ماشي بره البيت او كذا، او ارهاق النفسي او ارهاق العصبي او كده، انا هكافئ نفسي بالحاجة ده. فبجيب حاجة انا نفسي فيها او كنت عايزاها او حباها، على طول بكافئ نفسي بيها وقت على طول. فبرجع كده وانا مبسوطه، ما احسش بقى ان الدنيا كلها جايه عليا وانا اللي شايله كل شغل البيت فوقي ودماغي، وانا اللي بخرج وانا اللي بتمرمط وانا اللي كذا، لا. فانا خلاص كافئت نفسي بقى، فبحس ان انا مرتاحه. طيب الحاجه اللي بعد كده، اللي انت تاخدي بالك من طاقتك. يعني ايه تاخدي بالك من طاقتك؟ الطاقة دي بتاعتك لا اما تكون مستنزفة، لا اما تكون بتستخدميها استهلاك كويس جدا واستهلاك آدمي. يعني استهلاك آدمي اللي انت تنامي كويس جدا، تخصصي من 6 ل 8 ساعات. وطبعا النوم بالليل، الساعة البيولوجية بتاعتك تكون بالليل مش بالنهار. يعني ما تقوليش انا بنام من الصبح مثلا لأذان الظهر، ما هو 6 8 ساعات اهو، او من الظهر مثلا المغرب 6 8 ساعات وتفضلي سهرانة طول الليل، لا. تنامي طول الليل وتصحي طول النهار، زي ما الناس، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فانت هو النهار للشغل والمشي والحركة والرزق والتنظيف والنكش والحاجات دي والكلام وكل حاجة، وبالليل للراحة والهدوء والسكينة. فانت على طول خصصي وقتك، يعني من 6 ل 8 ساعات نوم. يعني خدي وقتك كافي للنوم. وطبعا اشربي ميه كفايه، كل اكل صحي، وابعدي طبعا عن اي مواد حافظه والحاجات السريعه دي اللي بتسبب لنا كسل وخمول وتستنزف طاقتنا وبتسبب لنا سمنه وبتسبب لنا مشاكل وبلاوي ملهاش حد. واتحركي، لو رياضة خفيفة، لو كل يوم بس ربع ساعة نص ساعة شغالة حاجة جنبك واعملي التمارين. بقت مالية اليوتيوب أو مالية القنوات اللي هو الفيس، الحاجات من دي بيعملوا ريلزات عليها وشورتس وحاجات من دي، اللي هي تمارين ممكن تعمليها في البيت وانت قاعدة حتى على السرير، وانت قاعدة على كرسي السراحة، وانت في الحمام، وانت بتطبخي. في تمارين كتيرة جدا شغلاها جنبك واعمليها. مش هتاخد منك 10 دقايق، ربع ساعة نص ساعة. اتمشي لو كل يوم نص ساعة. اتحركي، يعني الحركة بركة زي ما بيقول. اتحركي لو كل يوم نص ساعة الصبح ونص ساعة آخر النهار، أو نص ساعة الصبح. أو انتي مثلا خارجة تشتري حاجة أو كده، يعني خليها ايه كرياضة ليك. فدي هتفرق معاكي في شخصيتك كويس جدا، وهتنشطك أكتر وأكتر. آه، الحاجة اللي بعد كده، اللي انت تقللي المشتتات. يعني ايه تقللي المشتتات؟ يعني طول ما انت مثلا بتخلصي حاجة او بتنجزي مهمة انت عايزاها، ما تقعديش ماسكة الموبايل. او ما تقعديش مثلا اول ما تصحي من النوم تمسكي الموبايل تقعد تقلبي فيه. او مثلا على الاكل وانت بتطبخي ماسكة الموبايل. كل حاجة من دي بتشتتك وبتستنزف طاقتك. بتقعدي بقى تدوري على فيديوهات وتتابعي حاجات وتقرأي وتعملي وتدوري دي منزل ايه وده منزل ايه، واحنا طاقتنا بتستنزف وهم اللي بيستفادوا. فانت دايما حاولي تقللي المشتتات دي. خصصي وقت معين للموبايل والحاجة وفي الاشعارات بتاعته، عشان مش كل ما يجيلك اشعار او رنة تروحي تبصي تشوفي حد بعت لي رسالة ولا ايه، حد سأل فيا، حد عبرني، حد ما عبرنيش، الكلام ده كله. وتفضلي دايما مشغولة بالموبايل. فاقفلي الاشعارات بتاعته وقللي المشتتات. وحاولي تخلي الموبايل كمكافأة ليكي. لو انت انجزت حاجة بتحبها، اتفرجي مثلا على حلقة، اتفرجي على أغنية، اتفرجي على فيديو بتحبيه، اسمع بودكاست، أي حاجة من دي اعمليها وانتي كافئي نفسك بيها. بس طول ما انت بتشتغل او طول ما انت بتنجزي حاجة، ابعدي عن الموبايل تماما. الحاجة اللي بعد كده وهتشجعك جدا ان انت تسجلي التقدم بتاعك او الانجاز بتاعك في نوتة او في دفتر او في ستيك نوتس او في اي حاجة. زي ما احنا كنا بنقول بنشطب على المهمة اول ما احنا بنعملها، لا تعالى اخر الليل بقى، يعني وانت رايحة تنامي كده، بعد ما تاخدي الشاور بتاعك وتقعدي تروقي نفسك كده وتشربي المشروب بتاعك المفضل او تقرأي الكتاب بتاعك، تقرأ قرآن، تقول أذكار المساء وانت قاعدة بقى في روقان لوحدك كده، واكتبي الحمد لله يا رب أنا عملت كذا النهاردة وعملت كذا وعملت كذا. اللي هو الامتنان ده والشكر ده اللي انت
شكرت ربنا سبحانه وتعالى اللي انت اداك الطاقة اللي انت تعملي كذا وتروحي، حتى لو مثلا مشوار اللي انت مثلا هتروحي لأهلك هتبري فيه أبوك وأمك مثلا، مثلا هتروحي مع أولادك مثلا توديهم تمارين أو توديهم درس أو مش عارفة ايه. ده كله حاجات المفروض احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها، اللي هو عطينا القدرة والطاقة اللي احنا نعمل الحاجات دي غيرنا مش قادر يعملها. فانتوا يعني كل يوم قبل ما تنامي كده اكتبي الانجازات اللي انت عملتها في يومك، حتى لو انجاز من وجهة نظرك بسيط وتافه بس هو انجاز غيرك بيتمنى اللي هو يعمله او مش قادر يعمله، فانت اكتبيه. فهتحسي طبعا اللي يومك كان ملان حاجات حلوة. واحمد ربنا سبحانه وتعالى اللي اداكي يوم انك تقدري تحتسبيه فيه لله وتعملي فيه اي حاجة تفيدك وتفيد اولادك وتفيد نفسك. بس هو ده كان الموضوع بتاع النهاردة. يا رب يكون استفدتم يا رب، ويكون الأفكار دي هتفيدكم بإذن الله. بإذن الله لو جربتوها هتفيدكم جدا جدا جدا. جربوها واكتبوا لي في التعليقات، واكتبوا لي لو حد عنده فكرة برضو بيعملها بيقضي بيها على الكسل يكتبها لنا عشان الكل يستفاد بإذن الله. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.